عليكم، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غنشارك معكم طريقتي المفضله والرائعه والمعتمده لصنع الكب كيك. هذه الطريقه تخلي الكب كيك تيجي رائع معلك، وطريقه كذلك اللي غادي تخليه ما يتفركعش ليك وتيجي رائع جدا. خليكم معايا باش تعرفوا هذه الطريقه الرائعه. اول حاجه فهنا كنحتاجوا جوج بيضات كاملين من يعني يكونوا على حراره المطبخ. كاس كتشوفوا ما عامرش، يعني كاس وربع ديال اولا كاس الا ربع ديال السكر سنيده. كنزيد عليهم قبيصه ديال الملح لتعديل الذوق بطبيعه الحال. المهم غادي نخلط كلشي مزيان حتى يمتزجوا العناصر مع بعضها. كتشوفوا هنا سامحوا لي كنت نصور بيد وحده، داكشي علاش التليفون كان شويه تيتزعزع. المهم انا غادي نحط التليفون نقادو مزيان، ولكن لقيت واحد المشكله وبقى فيا الحال صراحه بزاف، لانه صحاب ملي كنصور كتشوفوا لقيت بانني ما صورتش وجالسه كنهضر وكنعبر في الاخر لقيت شحال حاجه ما تصورات. المهم الحاجه اللي ما تصورات فهو انا من بعد ما خلطت البيض والسكر سنده مع قبيصه ديال الملحه، زدت عليهم هاد الكاس كي تشوفوا ديال الشوكولا شو، يعني الحليب مع كاوبين، وزدت عليهم نص كاس ديال زيت نباتي وكذلك معلقه صغيره من السكر الفاني. تشوفوا كندير معلقه ديال الشوكولا ديال الدهن اللي غادي يخلي داك الكب كيك تيجي معلك. غادي نخلط كلشي مزيان، وغادي نزيد كذلك واحد المعلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال عفوا معلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال الكاكاو المور، تكون عامره مزيان. من بعد غادي نخلط العناصر كلها مزيان حتى تتمزج. اللي كنبقى كنضيف الدقيق، والدقيق غيكون بقى على حساب يعني النوعيه ديال الدقيق ديالكم. بالنسبه لي انا فاحتاجت 2 كيسان ونص ديال الدقيق باش انني نحصل على القوام اللي انا بغيت. بالنسبه للخميره الكيماويه فانا احتاجت للشاصيه فيها 15 غرام. كنخلط الخليط كامل مجموع، ومن بعد اخر حاجه كنزيدها في هاد العجينه اولا الخليط فهو القرقاع. انا كنحماق على القرقاع في الحلوه، يعني في اي كيكه اولا بحال هكا كاب كيك. مهم اون جينيرال كنحماق على حاجه سميتها القرقاع في السطون، ديك القرماشه اللي كتعطي كتجي رائعه. فبالنسبه لكم نتوما تقدروا ديروا شوكولا، تقدروا ديروا قرقاع، تقدروا ديروا لوز، الكاوكاو اللي تحبوا، لا تقدروا ما ديروا والو كاع، تيبقى لكم الاختيار. كي تشوفوا معايا بعد ما كملت يعني تخلط العناصر كامله مع بعضياتها، فانا حطيتهم في هذا القالب ديال الكب كيك المخصص ديالو. من بعد كندير من فوقهم هاد الشوكولاتات، يعني هاد الشوكولات من يعني زينتهم من فوق. تقدروا نتوما ديروا كي قلت لكم اي حاجه بغيتوها، تبقى لكم الاختيار. ومن بعد بالنسبه اهم حاجه واهم طريقه اللي باش ان الكب كيك كي قلت لكم ما يتفرقعش، وبانه يعني طريقه جديده تجي رائعه وغيكونوا بزاف من كاين الناس اللي عرفوها، يمكن كاين الناس يعني بزاف الناس غافلين عليها، منهم انا اللي الصراحه ما نكذبش يلا عرفتها. انك
من بعد ما يعني تتكمل يعني الكب كيك بحال هكا كتدخلوهم الكونجيلاتور لمده ديال 30 دقيقه. كما تشوفوا انا دابا غادي نغطيهم وغادي ندخلهم لمده ديال 30 دقيقه في الكونجيلاتور. من بعد من تفوت 30 دقيقه علي غادي ندخلهم واحد 20 دقيقه الفران اللي غيكون ديجا سخون على درجه الحراره ديال 180. وهذا هو الكب كيك ديالنا بعد ما وجد. كي تشوفوا يعني الشكل ديالو كيجي يا سلام، ما تفرقعش، جا يعني جا رائع، حتى المنظر ديالو جا زوين بزاف. الرطاب شوفوا كيفاش تيجي من الداخل داك الكركاع وداك الشوكولاته تيجي كيحمق في وسطو. من الان وسعيدا ما تجيش وحده تقول لي بان الكب كيك ديالها ما صدق ليهاش. نتمنى الفيديو يعجبكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.